يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هكلمك في الفيديو ده النهارده عن مزيل العرق من 9 تايمز، وهقولك رايي فيه بصراحه، وهقولك كمان على ايه الحاجات اللي تعمليها عشان تاخدي افضل نتيجه من اي مزيل عرق انت بتحطيه. بصي بقى، هو 9 تايمز ده ظهر في الفترة الأخيرة، من ظهر له الشركة دي عملت ديودرنت المزيل العرق اللي انت شايفاه ده، وعملت منه كذا ريحة. هو بقاله كام شهر، انا جربته بقالي شهرين دلوقتي تقريبا، جربت الثلاث انواع دول. بالنسبة للريحة، اللي الروائح بتاعتهم حلوة، بس الروايح هادية خالص، يعني مش نفاذة، مش كأنك حاطة مثلا بيرفيوم ان اللي قاعد جنبك يشمها، لا هي حاجة كده بتدي زي سنس كده بيوصلك لما بتحطيها بس. انا افضل ريحة عجبتني بصراحة اللي هي دي الفوشيا. الريحة دي ظريفة كده، وريحة فيمينيل كده، بنانيتي حلوة. كمان الريحة الروز دي برضو كويسة عجبتني، دي ممكن تيجي على رجالي شوية. وفي لون تاني برضو كحلي، انا جربته بس العبوة بتاعته مش لاقيها بصراحة، برضو تيجي على رجالي شوية. يعني اكتر ريحة انا عجبتني اللي هي دي الفوشيا دي، عطشة على بنانيتي كده، حلوة لذيذة. بالنسبة اللي انت لما بتحطي المزيل ما بتحسيش، ما بتعرقيش، يعني ما بيبقاش فيه تعرق كده في منطقة الاندر ارم. الملمس بتاعه كريمي ابيض، بس مش بيجير ومش بيسيب مكان في الهدوم ولا حاجة. بصي عامل ازاي كريمي كده ابيض. لما بتحطيه بيتشرب الجلد، بيتشربه بسرعة، ما بيسيبش اثر على الهدوم ولا حاجة، بيخلي الجلد كده مترطب وناعم. في مواد حلوه قوي، في فيتامين اي وهيالورونيك اسيد، ودول بيساعدوا على الترطيب والتفتيح. كمان في الشرح اللي شرحوه الشركه، الشرح اللي قالته على المنتج، قالت ان هو بيقعد حوالي 48 ساعه. لا بصراحه هو يعني اخره معايا كان يوم، لو انت مش بتتحركي كتير، يعني لو انت مثلا شغاله على قاعده على مكتب في شركه او كده، او قاعده في البيت، هو بيقعد يوم تقريبا، لكن مش اكتر من كده. لكن لو انت بتتحركي في جيم، بتشتغلي، بتروحي بتيجي كده، لا هتحتاجي ان انت تكرريه تاني. وده على فكرة وضع طبيعي، ده مش عيب في منتج ولا حاجة، لان مزيلات العرق اللي بيبقى فيها كحول هي دي اللي بتقعد يومين وثلاثة فعلا، لكن اللي بيبقى فيها مواد طبيعية ده وضع طبيعي ان هي ما تقعدش فترات طويلة قوي كده على الجلد. فدي حاجة مش وحشة، يعني ده بيأكد ان هو من مواد ناتشورال، ما فيهوش كحول ولا في حاجة من دي خالص. برضو قالوا على المنتج انه بيقلل نمو الشعر. بصراحة انا بقالي شهرين بستعمله، ما حسيتش بالنتيجة دي. سعره يعني هم على طول بيعملوا عليه عروض. هو انا جايبة الاتنين ب 260 جنيه، يعني هم بيعملوا عرض واحد وعليه واحد هدية. العبوة الواحدة حوالي 50 مللي، فهما الاتنين دلوقتي عليه واحد وعليه واحد هدية بحوالي 260 او 265. انا شايفه ان سعره معقول بالنسبه للمنتجات اللي موجوده في السوق. رأيي فيه حلو جميل، مليان مواد طبيعية ومواد مغذية، وبيدي نعومة للجلد كده وترطيب، وريحته هادية، مش ريحة نفاذة قوي ولا حاجة. انا رأيي فيه انه هو حلو. المعلومة اللي انا عايزة اقولها لك عشان تحافظي على مزيل العرق وتاخدي منه افضل نتيجة، اولا طبعا لازم قبل ما تحطيه تغسلي كويس تحت الابط، لازم تغسلي المنطقه كويس وتنشفيها، لانك مزيل العرق، اي مزيل عرق لو اتحط على منطقه منديه او مبلوله بيجيب نتيجه عكسيه على طول، فلازم المنطقه تكون ناشفه. الحاجه التانية، ما تلبسيش هدوم عرقانه، يعني لو انت في بلوزه، في شميز، اي حاجه انت قلعاها وهي عرقانه شويه، ما ترجعيش تلبسيها تاني، لان البكتيريا هترجع للمكان اللي تحت الابط تاني، مع مزيل العرق اللي انت بتحطيه هتعمل لك التهابات وهتعمل غمقان، وهترجع يحصل نمو البكتيريا تاني، والجلد هيغمق. فالهدوم اللي عرقانه ما ترجعيش تلبسيها مره تانية. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.